عليكم ورحمة الله وبركاته. أطل عليكم إطلالة من جديد ومن موقع جديد، وهي منطقة بدر الجديدة، لواء وادي السير. نحن اليوم عندنا حلقة مختلفة شوية من تاريخ الآباء والأجداد، أكلة شعبية، وإحنا موجودين اليوم في منطقة بدر الجديدة بضيافة أخويا عواد أبو تميم. تفضل أخ عواد، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك. وانت اللي لازم تهلي فينا، مو احنا اللي فيك، احنا اسفين، بس احنا اهلا كنا وسهلا واحد. بيك بين قرايبك وعيال عمك. حبيب قلبي، وانت رجل ما شاء الله عليك نشيط بتعريف المنطقه، وما شاء الله عليك حلقاتك كلها ممتازه، والله يحييك واهلا وسهلا بيك. اخويا ابو تميم عنده محل في منطقه بدر الجديده. طبعا كل الشغلات القديمه من تاريخ ابائنا واجدادنا موجوده عنده، من الفخاريات للاكلات الشعبيه كلياتها موجوده عنده. فابقوا معنا لآخر الحلقة. أهلا وسهلا. سيدي، أمهاتنا وجداتنا رحمة الله عليه الله يرحمه كان يختصرن يا أبو تميم القماش، القطعة الصغيرة يخبنها حتى يصير مجموعة ويعمل منهن ملف. امسك أبو تميم، يقصقصنه. هذا الملف هذا يستخدم، يحطوا عليه فريكة، يحطوا عليه جلية، يحطوا عليه خبز. الخبز والذفال كمان جبته. طبعا هذا الملف. اليوم احنا بدنا نستخدم الملف، نبرد عليه القمح او الحنطة او القمح بلهجتنا المحلية. تبريده ما يتبرد بصدر او وعاء حديد او نحاس، يتبرد على قماش على الملف، نبرده. فابقوا معنا. هذا ابو مقبل، انا اعرف القمح في له اسماء، في شيء هيتيه، في هيتيه قطمه، في شيء في قريحه، في شيء يقول لك يصمد على الخبز، في شيء ما يصمد، في شيء خاص بالبتشيله. لا، اي نوع قمح تسوي فيه البتشيله. بس في زي ما تفضلت انت القمح انواع. القمح انواع. ابو اعطيني الملقف. القمح عده انواع، الهيتيه والنورسيه وانواع كثيره. بس بالنسبه للبتشيله او استخدام القمح بشكل عام كله للخبز والشغلات اللي يستخدموها بالقمح كامله، نفس القمح يستخدم. طبعا اخواني، القمح اذا كان قليل ينقلى بالمحماسه، وهاي هي المحماسه القديمه اللي كانوا يحمسوا فيها القهوه. طبعا هاي المحماسه. واذا كان القمح كثير كميه يحمس بالصاج، ويستخدم تحريكه بقطعة شوال خيش أو قطعة قماش حسه ما تحرق ايدك. لكن إذا كمية قليلة يحمس بهالطريقة هاي، كميات قليلة زي هيك. وهي الأفضل أو أغلبية الناس كانت تستخدمها كميات قليلة. طبعا أنت عارف أبو مقبل، إحنا بالمدارس ستور عندنا أغلب الشغلات البلدية، مثل الجبنة واللبنة، لبنة، بتشيلة، بيض بلدي. احنا خذينا عاتقنا انه نسوق اي منتج من منطقة بدر وحواليها. يعني في مثلا في منتجات كانت موجودة عند الناس ما يعرفوش يسوقوها او قليلة، يعني كانوا مثلا يوزعوها على الجيران، يكبوها، يعملوا صفة. احنا صرنا نستقبل اي منتج. يعني انت تناشد الستات باهل المنطقة، نعم، اللي عندها منتج، نعم، من اهل المنطقة، من هان تشتغلوا شغل نظيف ومحترم، يقدر تجيبوا عندك وتسوقوا. أيوة. طبعا بالكميات اللي نقدر نسوقها. طبعا هم يعرفوا، اخذنا من عندهم حوايج، اخذنا من عندهم سمن، في ناس ناخذ من عنده جبنه، في ناس يعمل معمول بالتمر زاكي، سيدات شغل مرتب. طبعا عندنا احنا كمان القمح، وجبنا قمح وندر القمح وننقيه ونطحنه. وفي ناس يخبز لنا خبز طحين، قصدي طحين موجود. نعم موجود، طحين احمر موجود، طحين ابيض. في شغله من 20 سنه ما كانت موجوده ببدر، اللي هو العدس البلدي. نعم، احنا جبنا الحبه الاصليه العدس البلدي، وزرعنا قطع إن كرم هنا زرعنا به عدس ان شاء الله. على الموسم هذا ان شاء الله نشوف كيف انتاجه. يعني احنا من 20 سنه تتذكر جزء ما كان في عدس، بطلنا نشوف العدس. صح ولا لا؟ نعم. يابا، هاي القمح الان الجليه. هسه القمح قبل ما ينحمس على النار اسمه قمح او حنطة او قمح، لكن بعد ما ينحمس بعد المرحلة هذه يصير اسمها جلية. جلية يعني خلص سقط اسم قمح الآن.
جيلية الآن يعني انقلت على النار جيلية يعني وأصبحت مقلية. مقلية. حتى لو زرعته بالأرض ما يعيش بعد الحبس. هسه شو يفضل يكون اللون؟ أشقر. انه استوى اشقر. أشقر نعم. على سواد على نعم نعم شقر كمان أشقر. الآن جهزت الجيلية بهذا الشكل، وطريقة تبريدها على الملف بهذه الطريقة. شام ريحتها يا أبو. والله كل منها وهي ساخنة زاكية كثير. جلية. طبعا وبهاي الطريقة يتم الحمس حتى تنتهي الكمية. طبعا هذا الذفال. الذفال يحفظ فيه الخبز ويطحنوا عليه الجلية على حجر الرحى. هذا حجر الرحى، هاي القطعة السفلية وهاي القطعة العلوية. هذا هو حجر الرحى. طبعا الذفال يفرش زي هيك بهذه الطريقة حتى تنزل الجلية عليه. الآن لازم تكون باردة الجلية عشان القمح ما يعلج بحجر الرحى. ينحط بهذه الطريقة الحب، بهذه الطريقة ينحط. بسم الله. أو جليل الصوت يا عيني سبحان الله. شايف أبو تميم؟ هاي الطريقة. شوف شام ريحة القمح. طب ابو مقبل تقدر تتحكم بنعومة القمح؟ تعيد ينزل، بس ينزل تعيد مرة ثانية. ترد تعيد الخشن تعيد عليه. ايوه. وبهذه الطريقة شايف كيف صار بلشت تكسر. طبعا لان الارض مش سهلة شوية تتحرك. شايف صارت تنزل. بلش. يلا ريح ابو تميم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا تعبنا من 5 دقائق. شوفوا عاد معاناة امهاتنا قبل وجداتنا. الله يعينهم. جاه. انا اتذكر كانوا يطحنوا عليها عدس كمان. كل شيء عدس مجروش. جريشة القمح تطحن عليه. الله يطول بعمرها كان عنده وحده وتطحن عليها عدس كمان. ما كان يودوا على الببور الا الطحين. ايوه بس. بلشت تنزل. هاي كم عمرها بمقبل؟ هاي يمكن بالخمسينات. عند الناس اللي هم اصحابهم موجوده عندهم ورثوها ورث. من جده ورثها وابوه وهو ورثها يمكن من الخمسينات من الاربعينات. قديمه. قديمه كثير. هذا الشغل اليد. شايف الان هي البتشيله نزلت. والله يبقى مجهود خاص. هات ريحك ابو تميم. شايف بس حمي الحجر ما شاء الله مروعه. صارت لا تمشي لحالها اصلا. نعم صح. بس الحجر يسخن تصير سهله تتحرك. لا لسه بس الارض مش سهله. خلاص اطفي. طبعا البتشيله نوعين. في بتشيله الرعيان ولا زغرب الرعيان طبعا اللي يكون طالعين عزوبيه، يعملوا البتشيله ياخذوها معهم ويعملوا البتشيله قمح ويصبوا عليها شاي وسكر فقط. هاي للي يكونوا طالعين بالبر. لكن في البتشيله الاخرى اللي هي كامله الدسم زي ما يحكوها، يستخدموها للنفاس، يعني للنساء عند الولاده، لانها تعمل اضرارا للحليب واكله صاخنه وفيها سعرات حراريه. يستخدموا معها يا اما تمر وينزعوا البذور منه، او يعملوها بحلاوه. تنجاب حلاوه
بس ما كانت تجي الحلاوة بهذه الطريقة، كانت تجي الحلاوة حلاوة سادة. بس هذا اللي موجود الآن يا أبو تميم بالسوق. قصاصي هذول. نعم الآن هذا اللي موجود. ويحطوا عليها سمن بلدي، سمن بلدي يحطوا عليها عشان تكون كاملة الدسم 100%. هذا السمن البلدي يا أبو مقبل، والله رجعتنا للعهود حبيبي يا أبو تميم، والزمن السابق، ما شاء الله عليك حبيبي يا أبو تميم. يعني ولا أكبر شيف بالطبخات البلدية. حبيبي يا أبو تميم، حبة بحبة. الآن تحليتها مع الحلاوة احنا عملنا هيك طبعا عشان ننزل بقايا السمن الموجودة بالبكرج النحاسي هذا. الآن طريقة تليينها أفضل طريقة لها يا إما حليب يا إما شاي، بس أنا فضلت الشاي. هاي اللي بحلاوة وسمن يستخدموها للنفاس، وهذه يستخدموها للشباب اللي طالعين عزوبية، للي يرعوا مع الإبل مع الغنم. بهذه الطريقة تترك شوية وهسه تجهز معانا وتشوفوها. يعني هي أكلة ممتازة، يعني فيها جميع المكونات الغذائية، خاصة هاي سكر، قمح، سمن، دهنيات فيها، وأكلة شتوية بامتياز. يعني هاي أبو تميم هيك شبه جاهزة تقريبا. طبعا ينضاف لها السمسم يا أبو تميم إذا ما بتعرف. السمسم صح، السمسم المقلي. هاي هيك كاملة الدسم شبه جاهزة، شايف شام ريحة السمن فيها. الحمد لله معناته فيش عندنا رشح ولا إشي بهالموسم من فضل الله. بعدين بالأجواء هاي الطبيعية إذا فيك رشح يروح. الحمد لله. أنا أتعمد دائما أطلع زي هيك على الخلا ونشتغلها حتى نبعد عن زحمة السيارات ودوشة الزوامير. هاي شغل العزابية. هاي شغل السفري. هذه ما فيها دسم. هاي سادة. هذه سادة ما فيها دسم، بس فيها سعرات حرارية اللي هو من السكر بس. طبعا تشرب شاي بكثرة أو حليب بكثرة، طبعا أذواق. طب التمر كيف التمر ينخلط معها؟ التمر لما يكون التمر يكون يزيح البذر منه النواه، يخلطوها معها وتعجن طبعا عجن باليد. ايوه مش بطريقتنا هيك بالمعلقه. تعجن عجن وينحطوا الشاي ساخن وتعجن. حتى يذوبوها مع بعض. هاي الطريقه طبعا تزيينها للنفاس بهذه الطريقه، يعني زي تزيين كنافه بالفستق الحلبي. لكن هاي تاعت العزابيه والله ما يحطوا عليها بشي، بس احنا اليوم كرامه منا هيك بدنا نحط عليها. مظبطهم. ايوه اليوم ظابطينهم احنا على الاخر. هذا سمسم طبعا، سمسم مقلي اللي محطوط. نعم هذا السمسم المقلي حطيناه. الان هاي جاهزه 100%. هاي هي اكلة البتشيله، أكلة شعبية تعتبر حلويات وتعتبر وجبة، بس وجبة غير رسمية لأنها بها سعرات حرارية عالية. بأيام البرد كانت تؤكل هاي الوجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أوه ما شاء الله، مش حلوة كثير صراحة. أنا أول مرة أذوقها بطعمها، أكلتها مرة واحدة وهي ثاني مرة. هاي هي البتشيلة عملنا لكم إياها اليوم. صحتين وعافية أخوي أبو تميم، ألف هلا. الله يعافيك. انتظرونا الأسبوع القادم بمشيئة الله وحوله، نطل عليكم إطلالة من جديد بحلقة من إرث الآباء والأجداد أو بموقع أثري أو سياحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.